السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم. خبر مميز، قناة متخصصة في نقل آخر ما يروج وآخر ما يكون من الأخبار العاجلة على مدار الساعة. أتمنى إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك فعل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، وكل خبر تتوصل به أنت الأول. زي ما قلت لك اعمل اشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله وتتوصل بأي خبر جديد. آخر أخبار، وهي أنه الكل شاهد نهائي كأس العالم قطر 2022. فازت الأرجنتين بجدارة، عن جدارة واستحقاق، لأنه كان بالأول عملت هدفين مقابل صفر لمنتخب فرنسا. لكن الصدمة هو أنه مبابي اللاعب الفرنسي صديق أشرف حكيمي لاعب منتخب المغربي سجل هدفين تقريبا في ظرف 10 دقائق عاد من المباراة. هذا هو. عدلوا النتيجة. بعد ذلك سجلت المنتخب الأرجنتيني الثلاثية 3-2. بعدها عدل المبابي، هذا اللاعب الرائع والأكثر من الرائع، صراحة استحق هداف البطولة أو البطولة العالمية، كأس العالم، وحصل على الحذاء الذهبي. هذا بعد المباراة. لكن خلينا المباراة بعدها جاء التعادل. من بعد التعادل أشواط إضافية، بعدها الركلات الجزاء، ضربة ترجيح أسفرت عن فوز الأرجنتين، لأنه وسط المباراة الأصلية أو الوقت الأصلي للمباراة كانت الغالبية العظمى يقول أن الأرجنتين حسمت النهائي بفوزها ب2-0. لكن مبابي خرج لهم من تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وعدل النتيجة. لكن مع تصميم ليونيل ميسي الفوز والظفر بهذا الكأس العظيم، كأس العالم، التي استبار عليه عدة منتخبات، كل منتخبات العالم تستبار أنها توصل للنهائي كأس العالم وتفوز بالكأس. فاز ليونيل ميسي. وعلى فكرة هذه آخر بطولة يشارك فيها ليونيل ميسي، لذلك ختامها مسك كما يقولون. ميسي فاز بكأس العالم 2022 بقطر، وفي حفل التتويج قام أمير قطر بإعطائه وشاح أو اللباس القطري أو الخليجي، ولبس اللباس الخليجي ومسك كأس العالم. وفرحت الجماهير العربية بفوز ليونيل ميسي، لأنه غالبية الجماهير العربية تشجع الأرجنتين بخلاف فرنسا. المنتخبات العربية تشجع الأرجنتين. يعني فرحت الجماهير بفوز ليونيل ميسي ومحبين هذا اللاعب الأسطورة الذي لن يتكرر في التاريخ. فاز بكأس العالم، وفرح المحبين. وهذا أحسن نسخة ممكن تكون في كأس العالم أو في دولة عربية. قطر شرفت الأمة العربية بتنظيمها المشرف لهذا الكأس العظيمة التي استبار عليها كل الدول لاستضافتها أو حتى نيل هذه الكأس بالمشاركة في هذا الدوري العالمي. إذا أعجبك الخبر وكنت من محبي ميسي اكتب لي في التعليقات واعمل لايك وسبسكرايب. تحياتي.